إذن هذا هو مبنى هذا التقسيم الذي نذكره. أسأل الآن تعالوا معنا أعزائي، وهذه قضية مهمة جدا، وهو أن ننظر إلى الروايات التي قيل أنها ماذا ارتد الناس، لنرى أنه بيني وبين الله يوجد تواتر، لا يوجد تواتر، لأنه ادعى ماذا؟ ادعى التواتر، مو ادعى قطعية الصدور. يقول سيدنا ما الفرق بينهما؟ أقول سأبين الفرق. التواتر يعني أنه بيني وبين الله أن الروايات بحسب كل الطبقات. يعني إذا كانت عندنا أعزائي، التفتوا إلى التواتر، تعريف التواتر: إذا كان عندنا في سند الرواية طبقة واحدة فلا بد ذلك العدد، ذيك الطبقة يكون كلها مما يمتنع عليهم ماذا؟ التواطؤ على الكذب. إذا طبقتين لابد في كل طبقة يمتنع تواطؤهم على الكذب. إذا 3 طبقات لابد في كل الطبقات. إذا 10 طبقات لابد ماذا؟ مو الطبقة الأولى أخبار آحاد، ثم الطبقة الثانية مستفيضة، ثم الطبقة الثالثة صارت ماذا؟ متواترة. هذه لا تسمى متواترة، هذه تكون أخبار آحاد وإن كانت بعض طبقاتها متواترة. هذه القاعدة احفظوها أعزائي، لأن واحدة من أهم المغالطات أنهم يتصورون إذا صارت طبقة متواترة إذن كل الرواية ماذا؟ متواترة، لأن النتيجة تتبع أخص المقدمات. ذكرنا مرارا أنه هذه أخص، مو صحيح مولانا، وإنما الصحيح ماذا؟ أخص المقدمات. جيد. أما الروايات الواردة في المقام، خلي ذهنكم يم. الرواية الأولى أعزائي، الرواية الأولى واردة أعزائي في روضة الكافي. خلي ذهنكم يمي زين واحفظوه هنا ذني، لأنه هذه الآن أنا أتصور تعرفون أهمية هذه القضية. على المنابر، على الفضائيات، ارتد الناس استنادا إلى ماذا؟ استنادا إلى كلام المحدث النوري، أقول إلى كلام المحدث الاسترابادي الذي قال تواترت الأخبار، والناس ما يراجعون حتى يعرفون يوجد تواتر أو لا يوجد تواتر. الرواية الأولى وردت في روضة الكافي المجلد 15 بعد الطبعة، يعرفها الأعزاء، مركز بحوث دار الحديث، في صفحة 613 أعزائي، 613 أعزائي، رقم الحديث 398 من الروضة، والتسلسل العام 15213. الرواية قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن العامة يزعمون أن بيعة أبي بكر حيث اجتمع الناس كانت رضا لله جل ذكره، وما كان الله ليفتن أمة محمد صلى الله عليه وآله من بعده. اجتمع الناس، واجتماع أمتي ماذا؟ لا تجتمع أمتي على ضلالة. فقال أبو جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام: أوما يقرؤون كتاب الله؟ سيدي ماذا يقرؤون في كتاب الله؟ قال: أوليس الله يقول: وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وآله قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. التفت جيدا، يظهر أن السائل كان أهل علم. قال: فقلت إنهم يفسرون على وجه آخر هذا المعنى الذي أنتم تستفيدون من الآية، هم لا يقبلون من الآية. لماذا أعزائي لا يقبلون؟ التفتوا جيدا إلى النكتة الموجودة في الآية، وهذه أيضا من إشكالات الطرف الآخر على هذا الاستدلال. هم يقولون طبعا في الآية في الرواية ما موجودة، لكن أنا أشير إليه. قال: يقولون أفإن مات أو قتل انقلبتم، يعني القضية الشرطية، والقضية الشرطية أعم من الوقوع أعزائي. لا ملازمة بين قضية شرطية وبين ماذا؟ وقوع مقدمها أو تاليها. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هاي القضية الشرطية صادقة لو كاذبة؟ صادقة لو كاذبة؟ صادقة. يعني يلزم الوقوع، يعني لابد أنه اثنين عندنا الله مولانا؟ لا أبدا مولانا، بل ممتنعة. ماذا؟ ممتنعة.
إذن القضايا الشرطية صادقة حتى مع عدم وقوع ماذا؟ طرفيها، بل حتى لو استحال ماذا؟ لئن أشركت ليحبطن عملك. يعني رسول الله أشرك؟ لا 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 أبدا، قضية شرطية، والقضية الشرطية صادقة حتى ماذا؟ وأنتم عندما تذهبون إلى أزواج النبي، الآيات الموجودة في سورة الأحزاب عموما ماذا؟ عموما قضايا شرطية، والقضايا الشرطية لا يمكن الاستدلال بها على تحقق ماذا؟ ووقوعها في الخارج. التفتوا لي إلى هذه النكتة. قال فقلت له إنهم يفسرون على وجه آخر. الإمام التفت، فلهذا ذهب باتجاه آخر. فقال أوليس، ما استدل بعد بهذه الآية، ذهب إلى آية أخرى. ما هي الآية؟ التفتوا إليها. فقال أوليس قد أخبر الله عز وجل عن الذين قبلهم من الأمم أنهم قد اختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. القرآن أخبر أن الأمم السابقة وقع الاختلاف فيها بعد ذهاب نبيهم، حيث قال وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. التفتوا، ولكن اختلفوا. هاي قضية شرطية لو قضية خارجية؟ اختلفوا، ولكن اختلفوا. لو شاء الله ما اختلفوا، ولكنهم ماذا؟ ولكن لم يشاء الله أن لا يختلفوا. فإذا لم يشاء الله يمكن أن يقع الاختلاف، وهم شاءوا الاختلاف لأنفسهم، ولكن اختلفوا. التفت جيد محل الشاهد. فمنهم من آمن، هؤلاء بعد نبيهم، فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وفي هذا ما يستدل به على أن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله قد اختلفوا من بعده، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. هسه الآن تقول سيدنا الاستدلال تامي ولا؟ هسه أنا ما أريد أدخل في البحث التفسيري وإلا يأخذنا إلى مكان آخر. الاستدلال مولانا فيه مقدمة مطوية نحتاج إليها، وهذا وقع في الأمم السابقة، ومن يقال أنه يقع ماذا؟ في أمة الخاتم، إلا أن تستندوا إلى الروايات التي قالت أنه كلما وقع في الأمم السابقة يقع ماذا؟ في أمتكم، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، حذو النعل بالنعل، حذو القذة بالقذة ونحو ذلك. إذن هذا الاستدلالا بالآية الإمام إذا على فرض صدور الرواية، بعد ذلك سيتضح على فرض صدور الرواية، هذه الآية أيضا محل ماذا؟ تتوم أو تحتاج إلى مقدمة مطوية، تحتاج إلى مقدمة. ولهذا أعزائي التفتوا، لا تصعد على المنبر هي تقرأ لمولانا مات أو انقلبتم أو قتل انقلبتم على أعقابكم. شنو علاقة؟ قضية شرطية مولانا، والقضايا الشرطية صادقة حتى مع عدم تحقق ماذا؟ طرفين. شنو علاقة؟ وهذا الخطأ الشائع اللي الآن أنتم تجدوه على الفضائيات، على الكلمات، على المؤلفين، موجودة. هذه هي الرواية الأولى. إذن الإمام سلام الله عليه قال فمنهم من آمن ومنهم من كفر. التفتوا جيدا، هاي الرواية قبل أن نصل إلى السند، التفتوا لي أعزائي، قبل أن نصل إلى سندها، هاي الرواية مضمونها إذا تبين أولا لكي تتم تحتاج إلى مقدمة شنو؟ خارجية، وإلا بنفسها تدل أو لا تدل؟ لا تدل. ثانيا هذه الرواية تبعض بعد رسول الله، تقول فمنهم من آمن ومنهم ماذا؟ من كفر. ولا تقول لنا أنه 90% كفروا 10% آمنوا، أو 90% آمنوا 10% كفروا. هذه قضية حقيقية، قد ينطبق على 10 من هنا و90% أو يكونوا بالعكس. إذن هذه الرواية تنفعنا لإثبات ارتدوا إلا 3 أو 7، أو لا تنفعنا؟ تنفع ولا تنفع؟ لا تنفع. لماذا؟ لأنه لا تعين عدد الذين بقوا على الإيمان وعدد الذين ماذا؟ كفروا. هذا هو المورد أعزائي الأول.